انا عايزاكي تنسي طريقه الكبده الاسكندراني وتجربي بقى الطريقه ديت. قطعيها بالشكل دوت، انزلي بمعلقتين من هريسه الفلفل الاحمر وكمان 4 فصوص من الثوم. عصره ليمونه بقى حلوه كده، انا عصرت ليمونتين كان حجمهم كبير. ملح وكمون وشويه من البابريكا، ولو عندك شويه كزبره يا سلام هتكون خطيره. انزلي بقى بشويه الكزبره وقلبي الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا، ولو حابه تضيفي اي نوع بهار تاني مفيش مشاكل خالص. هقلب بقى في الكبده، وبكده بقت معايا الكبدة جاهزة، اقدر اشيلها في التلاجة لمدة ساعة واقدر اشتغل بيها على طول. في طاسة على النار نزلت بمعلقتين كبار من الزيت، سخنوا معايا كويس جدا. نزلت بالكبدة واديتها صدمة بالشكل ده. مش هقلبها غير لما تبدأ تتشمع معايا من تحت، وبعد كده هقلبها بالطريقة ديت كده. الكبدة ما بتاخدش وقت على النار خالص وبتستوي بسرعة جدا. هنزل بقى، هكون محضرة معايا بفلفل رومي وهنزل بيه بعد ما اشوح الكبدة بالشكل دوت كده. طبعا كمية الفلفل ترجعلك لان بيبقى طعمه خطير مع الكبدة. في المرحلة دي هديله تقلبتين وخلاص على كده. انا مش عايزة الفلفل يدبل معايا، انا عايزة كده يبقى طعمه واضح في الاكلة. هاخدها بقى الاكلة دي اغرفها في الاطباق، اقدر احطها على مكرونة او اعملها سندوتشات بالفينو او بالعيش البلدي. الله الله، جنبيها شوية طحينة خطيرة.